عمرك حسيتي ان دماغك شغاله 24 ساعه بخطط وافكار واحتمالات؟ بتفكري تروحي يمين ولا تروحي شمال؟ زمان كانوا فاكرين الاوفر ثينكينج او كتر التفكير ده ذكاء وميزه، لكن في الواقع دي علامه على الاغلب ان مفيش اتجاه واضح. انا هبه فوزي، NLP لايف كوتش ومؤسسه نادي عن ايجيبشن جيرل، والنهارده هقول لك ليه دماغك شغاله ليل ونهار بشكل مزعج. ده معناه باختصار ان دماغك محتاجه بوصله، كأن دماغك بالظبط زي السوبر ماركت اللي فاتح 24 ساعه بس مش معاكي لستة مشتريات. هنا هتفضلي تلفي في ممرات السوبر ماركت يمين وشمال من غير ما توصلي لحاجه. ده بالظبط اللي بيحصل لما تكوني مشتته بافكار كتير من غير اتجاه واضح. بتبداي في مليون حاجه وما بتخلصيش ولا حاجه منهم. يومك بيضيع من التفكير مش التنفيذ. قراراتك بتتغير كل شويه، بتتعصبي من نفسك وبتحسي ان انت مش بتنجزي. لكن لما بيكون في اتجاه واضح العقل بيهدى والافكار بتقل، وساعتها اللي بيفضل هو اللي ليه معنى حقيقي عندك. العقل المليان مش هو العقل الذكي، العقل الواضح هو الذكي. فلما يكون عندك اتجاه واضح افكارك هتخدمك مش هتستنزفك. قولي لي ايه اكتر فكره علقت في دماغك اليومين دول، وتابعي عشان هنا هنرتب دماغك ونتعلم نحدد الاتجاه سوا. وطبعا ده بنعمله سوا نادي عن ايجيبشن جيرل، تقدري تسالي عليه انبوكس، عشان هنا بنشتغل على نظام يخلي افكارك اقل بس اقوى ومركزه اكتر، فتقدري تبني الشخصيه القويه اللي تقدر تخلق الحياه اللي طول عمرك بتتمنيها. وبس خلاص.